يعطيك العافية أخت ريهام. اللي بنعرفه إنه أنت صبية من عكا بالصف العاشر، ومؤخرا حصلتي على شهادة غطس. ولصبية إشي غريب شوي هيك الغطس. شو كيف فتي لهذا المجال؟ طبعا فتت بهذا المجال من طريق المسؤول أمير مغربي والأستاذ المدير يوسف أبو حمام، طبعا الفضل كله إلان. ومن طريق كمان اللي دعمتني هبة زكور المرشد تبعتي، وهذا كله يعني بفضله انه فتت عادي. ريهام، شو كانت الصعوبات عليك كصبية انك تروحي تتعلمي غطس وتوصل لإلات وتغطسي بمناطق اللي هالقد خطرة؟ انت كصبية والمجموعة اللي معك شباب، كان في صعوبات عندك؟ هو اوليته كان في كتير صعوبات، وكنت خايفة لانه انا البنت لحالي وخفت انه افشل بهذا الاشي. بس مع الوقت انه لا، انه هو من ناحية صعب كتير صعب، لانه هي صعوبات انخلقت عشان احنا كمان نتحداها. والاشي كان بالعكس مغامرة، ولانه انا كمان حبيت اشارك، حبيت انه حدا يشاركني عشان يعطيني الدعم، فطلبت من ابوي يشاركني، وكان الاشي كتير حلو. حلو. هل استمتعتي بالدورة هاي الغطس؟ كتير. كان اشي بجنن ومغامرة حلوة وجديدة الي، وانه تعلمت على اشياء بقلب البحر كتير بتصل المناظر حلوة. كنت متوقع انه بالاخر تخلصي الدورة وتاخدي شهادة؟ صراحة لا، كنت مفكرة انه انا رح افشل يعني، بس بالاخر لا، اصريتي ونجحتي. مثلا انا كان هدفي بالحياة انه اوصل لنجاحي، وانا بهذا القدوم هون وصلت له طبعا، بس مع تعب. ريهام، شو بتنصحي الصبايا عكا اليوم بعد ما عملتي هاي الدورة وتعلمتي هاي الشغلات في كدوم نوعر في عكا؟ طبعا انت احكي عن تجربتي. انا بحياتي ما كنتش متوقعه انه رح اوصل لهون، لهذا المكان اللي اسمه كدوم نوعر. كنت دائما احس بفشل، انه بحياتي مش راح اوصل للمغامرات اللي انا عم بعملها مثل تسليلاء او دورة تاني. انا كتير شغلات تغيرت بحياتي طبعا، انه انا صار عندي اهداف واضحة، عم بحقق احلامي اللي انا كنت بدي اياها. وصار عندي انه نضوج، وحاسه حالي تطورت كتير، وصار عندي ثقة بحالي انه انا بقدر. حلو. هل بتنصحي انت الصبايا اليوم يخوضوا الغمار اللي انت عملتيها هاي الشغلات؟ طبعا، وبكل ثقة بقول لهم بس جربوها، لانه هاي الشغلة بتخليهن يحسوا اكتر بثقة، انه بجربوا اشياء جديدة. اللي هو طبعا عالم البحر في كتير بنات بتخاف تغطس وخايفة وهيك، بس انا بقول له لا، ما تخافش، اشي كتير بجنن، واي مغامرة تاني غير السلات جربوا. شو مشاريعك ريهام بعد ما تخلصي تعليم هون؟ انا طبعا بدي اخذ ان شاء الله البكرود، وبدي اتعلم مأمنة مخن كوشر مدربة رياضة يعني؟ مدربة رياضة، وهذا هو. يعني مفكرة تشتغلي بهذا المجال في المستقبل؟ اكيد. مين بتحبي تشكري؟ بدي اشكر طبعا هبة زكور اللي دعمتني لأوصل انا لهون. مرشدة عليك. لانه لولاها ما كنتش قاعدة قبل الكاميرا. وطبعا بدي اشكر المدريخ المسؤول عن الكدوم نوعر امير مغربي، وكمان بشكر استاذ يوسف ابو حمام.